مرحبا بكم في شقتي المتواضعة في بانكوك تايلاند. اللي ما يعرفني أنا اسمي علي السالمي، صانع محتوى من العراق، حاليا عايش في بانكوك. بهذا الفيديو راح اراويكم الشقة مالتي هذه الصغيرونة ولكن الجميلة واللطيفة جدا، ونشوف شنو مميزات البناية اللي أنا بيها، شنو مميزات المنطقة اللي أنا عايش فيها ببانكوك، وأيضا شنو هو العيب الأساسي اللي كان لازم انتبه له قبل لا أأجر هذه الشقة. واكيد اهم شيء ايش قد جاي يدفع ايجار لهذه الشقه بالشهر الواحد. فحتى تعرفون كل هذه المعلومات تابعوا هذا الفيديو. يلا تعالوا خلينا نشوف الشقه، راح اراويكم اياها مثل ما انا ادخل يوميا. حلو انه الباب بهذه البطاقه بحيث ما يحتاج مفتاح، وهذا الشيء يوفر امان صراحه. وهنا ندخل الى الهول، احنا مثل ما نسميه بالعراقي، او الليفينج روم، او ما ادري شو تسمونه انتم، غرفة الجلوس. مساحتها كلش حلوة، بيها هذه القنفة، بيها هذه الرفوف، ايضا اجت ويا الشقة. هسه انا حاليا شوية حاط بيها شغلات، حاط بيها معدات التصوير، حاط بيها سوالف ثانية صغيرونة. هذه النبتة ايضا اجت ويا الشقة، فهذه هي غرفة الجلوس. من الجهة الثانية نشوف هذه الرفوف ايضا هي موجودة اوريدي، وايضا حطيت بها اغراضي. هاي الكتب مالتي مال دراسة اللغة التايلندية، هذه الكتب مالاتي، وبعض من الشغلات اللي قبل كنت استخدمها بالفيديوهات العلمية. وايضا اكو هنا اماكن اللي تحط بيها الشغلات، اماكن الستورج، هذول موجودات. واحلى شيء بيها هو هذه المراية الكبيرة جدا، كلش كبيرة، وايضا تسوي مساحه للغرفه. صراحه هي شوي صغيره. وهذه المرايه هي مو بس مرايه، هذه ايضا كابينات، ايضا هذه احط بيها تكرمون الاحذيه. وهذه الثانيه ايضا هم تنفتح. للجهه الثانيه راح نشوف هذا التلفزيون ايضا اجا وياها، وهذا النظام الصوتي، هذا ايضا ميز تحطون عليه شغلات. وايضا رفوف ثانيه حاط بيها الصور ملاتي، وبيبي يودا اكيد لازم موجود. وهذه القنفة مميزة كلش. هسه راح اراويكم اياها شنو المميز بهذه القنفة. فهذه القنفة صراحة هي واحدة من الاشياء اللي جذبتني بهذه الشقة، واللي هي انه هاي القنفة كهربائية، فبيها من هنا زر تدوسون عليه وتقدرون ترفعوها. مو بس هاي الجهة، ايضا الجهة الثانية. صراحة كلش مريحة لما انا اقعد هنا ابغى تلفزيون بالليل ارتاح وحدي، كلش مريحة صراحة. وايضا هذه غرفة بيها هذه الجامع او الشباك الكبير كلش، صراحه يدخل اضاءه كلش حلوه. وايضا المنظر بيه كلش جميل على هذه البنايات. وعلى هذا الجانب هنا ايضا عندنا الحمام، اكيد شيء اساسي. نشعل الاضويه. حمام بسيط، هذا التواليت تكرمون، وهذا السينك. وايضا مرايه كبيره جدا. هاي الشقه بيها مرايه كلش كثيره صراحه، فهاي مرايه كلش كبيره. وهذه شغلاتي. وايضا مرايه ثانيه ايضا نشوف، هسه هاي الثالث مرايه نشوفها بالشقه، ايضا حاطيها هنا فوق شو اسمه التواليت، حتى نطلع من الحمام تشوف روحك. والحمام كلش حلو ايضا بهذا الباب السلايد. وعادي هذا الشاور، وهذه استحضارات التنظيف. وهذا الجيزر، هاي واحدة من الشغلات تفاجأت بيها هنا في تايلاند، الجيزرات موجودة داخل الحمام نفسه. فهذا الجيزر صراحة ما أعرف شلون يشتغل، يعني هو كلش صغيرون، فهو ما يخزن الماء مثل الجيزرات أو يعني ما أدري الغير عراقيين ما يعرفوا شنو الجيزر. بالعراق الجيزر اللي هو الجهاز اللي يحمل ماء ويعطيك ماء حار بالبيت. فهذا الجهاز اعتقد يحمل ماء مباشرة، يعني هذا جاي يجي الماء الأساسي يدخل له من ورا مركبينه، وهو يعني قبل الماء يدخل بيه ويطلع حار مباشرة. شلون ما ادري، اكيد بيه هيترات كلش قوية، كلش تقدر منها شغله وتطفيه. وايضا بيه ساعة حتى تعرف الوقت اذا انت جاي تسبح وتعرف بالساعة هسه. وايضا بيه هذه الجانات تنفتح على المطبخ اللي هسه راح اراويكم اياه. بعد ما طلعت من الحمام خلنا اراويكم المطبخ، كلش لطيف صراحة ايضا بس صغيروني. فهذا هو المطبخ، ايضا بيه باب سلايد تجوا له تدخلوا له هيجي. وهذه الجامع اللي تراوينا الحمام. وايضا بكاونترات كلش هواي، بها مساحه كلش كثيره. وهذا الطباخ الصغيرون بعينين فقط، وهذا الطباخ
كهربائي يشتغل على الكهرباء. هذه تحمي. انا صراحه ما جاي اطبخ كلش هواي هنا في تايلاند لان الاكل كلش رخيص ومتوفر وكل الوقت، فمجرد الريوق صراحه اطبخ مرات، يعني اسوي بيض او تونه او هاي السوالف. كذلك الشقه تجي وياها ثلاجه، وايضا يجي وياها هذا الميكروويف. هذا مايكروويف واوفن بنفس الوقت، فاذا تشوفون بهذه الهيترات. كذلك المطبخ بهذه البلكونه صغيرونه مو كلش كبيره. خليني نفتحها لكم. وهنا عندنا غسالة LG. هاي هي غسالة وايضا تنشف الملابس، فهذا الشيء صراحة كلش مريح بالنسبة لي، فما يحتاج اعلق الملابس وانتظرهن ينشفن. والمنظر صراحة كلش رهيب من هذه الشرفة او البلكونة. هذه منطقة اسمها هوي كوانغ اللي انا موجود بيها في بانكوك، فهذا المكان صراحة لطيف. المنطقة اللي أنا عايش فيها صراحة كلش مريحة وبها كل شيء أحتاجه، فما يحتاج أروح أماكن بعيدة مثلا للمدينة حتى أحصل شغلات. فهذه هي البلكونة الصغيرونة. وهسه ناخذكم أكيد إلى غرفة النوم. قبل لا نروح غرفة النوم، الغرفة الأساسية أو الليفينج روم أو الهول، ما أدري شو يسموها أنتم، بيها هذا الديفايدر اللي يقسم هذه الغرفة الأساسية وغرفة النوم اللي هو مثل الجامع وتكون سلايد. وهسه نجي إلى غرفة النوم. هذه هي غرفة النوم، أيضا مو كلش كبيرة ولكن كلش مريحة. أول ما تدخل عندكم هذا الميز مال الدراسة أو مال الشغل مرات تستخدمه، وأكيد قدامه مراية. هذه هسه جيت صار عندنا 1 2 3، هذه رابع مراية بهذه الشقة، وأيضا مو صغيرة يعني. السرير كلش لطيف صراحة كبير، بس هذا الغطاء وهذه الأشياء أنا كلها اشتريتها ما كانت موجودة. وفوقها أيضا أكو مرايا 3 إضافية، فصار عندنا 3 4 وهذه 3 7 مرايا هسه شفنا بهذه الشقة. وأيضا رفوف، دائما أكو رفوف كل مكان، رفوف ومرايا. وأيضا أكو هذه المكان مال التخزين، والجامة كلش كبيرة فكلش حلوة، تدخل إضاءة، فخلال اليوم ما يحتاج أشغل أي أضوية، الإضاءة موجودة. وأيضا نفس المنظر اللي شفناه من البلكونة. وهذا هو الكنتور مالت الملابس. هاي الزاوية الثانية اللي هي تحطون عليها هاي العطورات ما ادري شنو. ايضا مراية، هذه هسه 8 مراية نشوفها بهذه الشقة. زين، هاي المراية بس مراية؟ لا، ايضا تنفتح وتحطون بيها شغلات. فعجيبة هذه الشقة. انا اول ما اجيت لها تعجبت، شنو هاي كمية المرايا وشنو كمية البيبان والاماكن مال التخزين. ما اعرف ليش، يعني منو الشخص اللي كان عايش هنا عنده هالقد شغلات وهالقد يحب روحه وعنده فد نرجسيه بحيث يريد يشوف روحه بنفس الوقت. بس الظاهر انه انا ايضا عندي هاي الصفات، فلذلك حبيت هذه الشقه، يمكن ما ادري. طيب هذه الشقه صراحه انا كلش احبها وكلش ارتاحت بيها، ومن اول ما دخلت لها قلت هي هاي الشقه اللي اريد اعيش فيها في بانكوك. ولكن هنا هذه مو بس هذه الشقه، يعني انت بالبنايه من تاجر هذه الشقه مو بس تحصل شقه، اكو شغلات ثانيه بالبنايه تقدر تحصلها، واللي هي انه اكو جيم، اكو مسبح، واكو شغلات ثانيه. هسه راح اروح اصعد للطابق الاخير بهذه البنايه واراويكم المناظر الحلوه من فوق هذه البنايه، وايضا الشغلات الاضافيه. شو يسموها بالعربي؟ الامنتيز، شو يسموها؟ الاضافيات. ايه فخلي نطلع هسه من الشقه، وورا ما اراويكم شغلات اضافيه راح اقول لكم ايش قد سعر هذه الشقه وشنو الشغله السلبيه الوحيده ما حبيتها بهذه الشقه ولكن اضطريت انه اتعايش وياها. فيلا خلينا نصعد فوق. تذكرت شنو هي الكلمة العربية، خدمات، الامنتيز ممكن نسميها الخدمات. فهسه وصلنا إلى السطح مال هذه البناية. هاي البناية ارتفاعها 23 طابق. أول شيء بها هذه شلون الساحة أو الحديقة، ولكن أكو مناظر كلش حلوة تشوفوها للمدينة من خلال هذا السطح. وأيضا تقدرون تشوفون السكاي لاين مال مدينة بانكوك الرهيبة من هنا. فهناك تقريبا هو المركز مال بانكوك. شوف بيه كل هاي البنايات الكثيرة، وهذا الشارع أيضا نشوفه كلش رهيب، فتشي خرافي. وعندنا هناك المسبح اللي هسه راح نروح وراويكم إياه. هذا هو المسبح مالت الشقة، شكله كلش لطيف.
هذا مال الفقاعات. صراحة أيضا وهاي واحدة من الشغلات اللي جذبتني هنا هذا البناية، إنه بهذا المسبح الرهيب وبهاي المناظر الرائعة جدا، خصوصا هنا في بانكوك الأجواء تصير كلش حارة بوقت الصيف، فكلش حلو إنه تقدر بأي وقت أنت عايش هنا بهذه الشقة تصعد فوق تدب روحك بالمسبح وتتبرد، وأيضا تشوف مناظر كلش حلوة. كذلك البناية بيها جيم بسيط ولكن مو مثالي، بس حسب خبرتي بأغلب الأجهزة الأساسية. بالنسبة للناس الخبراء بالرياضة ممكن يكتبون لنا إذا هذا الجيم زين لو مو زين، بس مساحته كلش جيدة والمناظر بيه كلش حلوة، وأشوف كلش هواي من سكان البناية يستخدمونه. كذلك عندنا غرفة ساونا، أو هذه غرف التسخين أو غرف التعرق اللي تقدر تستخدمها بعد الجيم حتى تريح عضلاتك. فهذه هي كل الشغلات الإضافية اللي موجودة بالبناية. طبعا هسه احنا باليوم الثاني صراحة، يعني ما قدرت اتصور الجيم لان كان اكو هواي ناس يتمرنون، فانتظرت اليوم الثاني حتى اجي. فهسه خلينا نرجع مرة ثانية للشقة ونسولف لكم عن شلون لقيت الشقة وش قد سعرها. فهذه هي الشقة اللي انا عايش بيها. ما ادري انتم شنو رايكم بهي الشقة، ممكن تعيشون بيها؟ صراحة حجمها مو كلش كبير، تقريبا 32 او 36 متر مربع، بس هي كلش كافية بالنسبة لي، انه انا شخص واحد ما عندي اي شخص عايش وياي، فكلش كافي علي ووافيه. هسه نجي هذه الشقه شلون لقيت هذه الشقه. حتى تلقى شقق هنا في تايلاند، يا اما تدور وحدك او تشوف لك شخص يشتغل بالعقارات يساعدك بهذه الامور. اكو مواقع على الانترنت تقدرون تبحثون عنها. انا بالنسبه لي جيت ادور واحد، يعني دخلت مثلا على الفيسبوك، دخلت على المواقع اللي ينشرون عليها الشقق للايجار، ومجرد تراسلهم تقول لهم يا هذه الشقه متوفره ولا لا، وتروح بيوم من الايام حتى تشوف الشقه، اذا عجبتك تاجل، ما عجبتك تدور وحده ثانيه. فانا كلش من اول يوم نزلت بيه في بانكوك رحت حتى ادور شقق، لان انا ادري انه اريد اعيش هنا، فلازم احصل مكان دائم اعيش فيه، ما اظل اغير من فندق الى فندق اخر. فبديت من اول يوم، الامر استغرق لي تقريبا اسبوعين لحد ما لقيت هذه الشقه. وهذه الشقه لقيتها من خلال وحده بنيه، هي كانت عندها شقة تتأجرها، فبس ما عجبتني الشقة اللي هي عندها بغير مكان شوي بعيد ومو قريب على المترو، فما عجبني. بس قالت لي انه انا اعرف بنية ثانية تشتغل بالعقارات ممكن تساعدك، فاعطتني رقم هاي البنية الثانية. وفعلا هذه البنية اخذت لها يوم او 3 ايام تدور لي على شقق، وهي لقيت لي هذه الشقة وقالت لي تعال وخلينا نشوفها، واذا عجبتك حتتأجرها. وفعلا جيت وعجبتني من اول ما دخلت لهذه الشقه. شكلها كلش حلو، اللاي اوت مالتها لطيف، كل شيء بيها متوفر. الشغلات الاضافيه او الخدمات بالعماره ايضا كلش عجبتني، وايضا كلش قريبه على المترو، مال المترو يعني مال المدينه، فمجرد اطلع من البنايه واصعد بالمترو واروح لاي مكان. هاي واحده من مميزات هذه الشقه، انه كلش قريبه على المترو. الشغله الوحده والعيب الوحيد اللي بيها واللي بعدين اكتشفته صراحه، ورا ما يعني عشت بالشقه تقريبا شهر او شهرين، يلا اكتشفته انه هذه المنطقه شويه مزعجه، بيها ازعاج بالليل ومرات وقت الصبح. ليش؟ قدامنا محطه مال الشرطه، او العفو مركز مال الشرطه، ومن هذه الجهه ايضا اكو مستشفى صغيرونه، مو مستشفى كبيره بس مستشفى صغيرونه. فمركز الشرطه شنو بيه؟ سيارات ودوريات. كذلك المستشفى تطلع بيها سيارات الاسعاف يجيبون مرضى، فايضا مرات يصير ازعاج صوتي بالليل انه تسمع سيارات الاسعاف او سيارات الشرطه. فبس هذا الشيء يعني تعايشت وياه حاليا، لان كل شيء ثاني بالشقه عجبني. واخر شيء راح اقول لكم عليه هو السعر. هنا تايلاند بها كلش انواع مختلفه ومن الشقق، واسعارها من ارخص شيء من 300 او 200 دولار بالشهر الى ممكن تدفع 10,000 دولار بالشهر. فانا شفت شقق صراحه شوي غاليه، وايضا شفت شقق رخيصه، بس الرينج مالتي كان اذا احصل شقه من 350 الى 500 دولار، كان بالنسبه لي هذا يعني ممكن من ناحيه الفلوس اللي انا عندي. فهذه الشقه لما لقيتها شفت سعرها كلش مناسب، واللي هو 14,000 بات بالشهر الواحد. ايش قد بالدولار هسه راح اكتب لكم اياها ايضا، وبالدينار العراقي تشوفونه على الشاشه. بس انت ما تدفع بس 1000 دولار، لازم تدفع اول شيء اجار مال شهرين، هذا شلون عربون، بس هذا يرجعوا لك اياه لما يخلص العقد. وها لازم تاجر عقد سنه كامله، ما يصير تاجر 3 اشهر شهرين او هذا يعني جزئي، لازم سنه كامله.
فمن تخلص هذه السنه يرجعوا لك هذا العربون اللي دفعته في البدايه. وايضا عندك شغلات الكهرباء والماي، هاي كلش قليله. الماي والكهرباء جاي يدفع عليهم تقريبا 1800 او 1700 بات بالشهر. ايضا راح اكتب لكم اياها هنا بالدولار وبالدينار، فسعرها كلش مناسب. وهذه الشغله اللي انا عايش بيها مرتاح بيها الحمد لله، ومن عندها جاي نسوي لكم هذه الفيديوهات، وراح ابدي هذه المغامرات هنا في دوله تايلاند. فهي هذه محط الرحال مالتي، وايضا المنطلق لكل المغامرات اللي راح اصور لكم اياها. فاتمنى هذا الفيديو عجبكم او فاتكم او بمعلومات مفيده لكم بالنسبه للناس اللي جايه تعيش هنا في بانكوك او مجرد تريد تسافر. فشكرا على المتابعه، لا تنسون تسوون اشتراك، تعطونا لايك لهذا الفيديو اذا عجبكم، وايضا شاركوا ويا اصدقائكم. ومن بانكوك انا علي السالمي، باي باي.